تمام، يلا بينا ندخل في الموضوع على طول. في الشرح ده هنتعلم إزاي نتحكم بجد في موديلات الذكاء الاصطناعي، مش مجرد نتكلم معاها. الفكرة كلها إزاي نديها الأوامر الصح عشان تطلع بالظبط اللي في دماغنا، ونحولها من أداة بتساعدنا وخلاص لشريك قوي فعلا في شغلنا. طيب خلينا نبدأ بمشكلة أعتقد كلنا بنقابلها. كام مرة الواحد فينا يطلب حاجة من شات بوت أو أي موديل ذكاء اصطناعي والإجابة تطلع في وادي تاني خالص غير اللي كان عايزه؟ إحساس محبط جدا، وبتحس إن في حاجة غلط في التواصل. طيب إيه الحل؟ السر على فكرة مش في إننا نستخدم كلمات أحسن أو لغة متنمقة، لا، السر في الهندسة، إننا نحول كلامنا العادي ده لهيكل واضح ومنظم يفهمه الموديل. وهو ده بالظبط اللي بنسميه هندسة الأوامر أو البرومبت انجينيرينج. الموضوع تقني أكتر بكتير من إنه مجرد كلام. أوكي، خلينا ندخل بقى في الموضوع ده ونفهم بالظبط يعني إيه هندسة الأوامر، ونكسر كده شوية مفاهيم غلط منتشر عنها. أول حاجة لازم نعرفها هي البرومبت انجينيرينج مش إيه. عشان نقدر نبني فهم صح لازم الأول نهدم أي تصورات مش دقيقة في دماغنا. يعني الموضوع مش إن الواحد يستخدم لغة عربية فصحى قوية، ولا إنه يقول للموديل لو سمحت ومن فضلك هو مش بيحس. ومش معناه برضو إننا نكتب باراجرافات طويلة ومعقدة. كل دي مفاهيم غلط تماماً. هو ده بقى التعريف الصح. هندسة الأوامر هي تصميم المدخلات للتحكم في سلوك الموديل. ناخد بالنا من كلمة تصميم وكلمة تحكم. احنا هنا مش بنطلب وخلاص، لا، احنا بنصمم وبنوجه سلوك الموديل عشان يوصل للنتيجة اللي احنا عايزينها بالظبط. ودي النقطة الجوهرية اللي لازم نفهمها كويس. الموديل مش بيفهم نيتنا أو قصدنا إيه، هو بيفهم الأنماط. كل كلمة بنكتبها في الأمر بتاعنا بتغير في احتمالات الكلمة اللي بعدها، يا إما بتزق الاحتمالات دي في الاتجاه الصح أو بتبوظها خالص. جميل. دلوقتي بعد ما فهمنا الأساس، خلينا نشوف شوية تقنيات عملية هتغير طريقة كتابتنا للأوامر تماماً وهترفع مستوانا فوراً. أول وأبسط تكنيك هو تحديد الدور أو الرول. يعني بدل ما نقوله اشرح لي الترانسفورمرز ونسيبه كده مع نفسه، لا، نحدد له دور. نقول له أنت مهندس ذكاء اصطناعي خبير، اشرح الموضوع ده لمبتدئ بلغة بسيطة وأمثلة. لما بنحدد الدور إحنا بنثبت سلوك ونبرة الموديل على أساس معين. التكنيك التاني ده قوي جدا. بدل ما نطلب شرح الموضوع وخلاص، نديله هيكل أو structure يمشي عليه. نقوله مثلا اشرح الموضوع ده بالهيكل ده: 1 المشكلة، 2 الحل، 3 البنية بتاعته، 4 المزايا والعيوب، و5 حالة استخدام. الموديلات بتعشق الهيكلة، وده بيخلي الرد منظم جدا وبيقلل جدا من الهلوسة أو الهلوسينيشن. ودي قاعدة ذهبية لازم نحفظها صم. الهيكلة والتنظيم أهم بكتير من كتر الكلام. لما بتدي للموديل هيكل واضح، الردود بتكون أدق وأكتر ثباتاً. هنا بقى بندخل في مستوى أعلى شوية، وهو إننا ندي للموديل أمثلة. بصوا على المثال ده. بدل ما نسأل السؤال على طول، إحنا الأول بنوريله نمط سؤال وإجابة. بعد ما بيشوف المثال ده، هو بيفهم إنه محتاج يقلد نفس النمط في إجابته على سؤالنا الحقيقي. هو بيقلد الأنماط، مش بس بينفذ التعليمات. لو عندنا مشكلة محتاجة تفكير أو استنتاج، بدل ما نقول له حل المشكلة دي ونسكت، نقول له فكر خطوة بخطوة واشرح طريقة تفكيرك. الطلب ده بيجبر الموديل إنه يبطئ عملية الاستنتاج ويفصصها، وده بيقلل الأخطاء بشكل كبير جدا. وأخيراً لازم نحط قيود أو constraints، نحدد اللغة، النبرة، الطول وإيه الممنوع. زي مثلاً جاوب باللهجة المصرية من غير أي مصطلحات تقنية معقدة وفي 5 نقط بالكتير. القيود دي بتقلل العشوائية في رد الموديل وبتخليه مركز أكتر في الهدف. ممتاز. دلوقتي خلينا ننتقل لمفاهيم متقدمة شوية مهمة، ونشوف إيه الأخطاء الشائعة اللي لازم كلنا نتجنبها. ده سؤال ممكن جداً يتسأل في أي مقابلة شغل. السيستم برومبت ده هو اللي بيحدد شخصية الموديل الأساسية وقواعده العامة، ده العمود الفقري بتاعه. أما اليوزر برومبت فهو الطلب اللي المستخدم بيكتبه في كل مرة. فهم الفرق ده مهم جداً. وده خطأ شائع تاني، وهو الخلط بين البرومبتنج والفاين تيونينج. البرومبتنج ده سريع ورخيص ومتحرك، بيتحكم في المخرجات في كل مرة. أما الفاين تيونينج فده عملية بطيئة ومكلفة وثابتة، وبتغير في سلوك الموديل نفسه. يعني واحد بيشكل الردود والتاني بيشكل الموديل. وبسرعة كده، دي أشهر الأخطاء اللي الناس بتقع فيها: أوامر طويلة ومعقدة زيادة عن اللزوم، تعليمات عكس بعض في نفس الأمر، عدم تحديد هدف واضح من الأول، وتوقع إن الموديل هيفهم اللي في دماغنا لوحده. كل ده لازم نتجنبه.
السلايد دي بقى مهمة قوي، وممكن اللي حابب ياخد منها سكرين شوت. دي زي تمبلت احترافي لأي مهمة. قبل ما الواحد يكتب أي أمر يمشي على ال5 نقط دي، يحدد الدور والهدف والسياق والقواعد، وفي الآخر الشكل النهائي. القالب ده بيجمع كل التقنيات اللي اتكلمنا فيها في مكان واحد. جميل جدا. خلينا بقى نلخص أهم النقط اللي لازم نطلع بيها من الشرح ده، ونشوف إيه الخطوة الجاية اللي ممكن ناخدها. القاعدة الأولى والأساسية: الموديلات بتتبع الأنماط، مش بتفهم النوايا. لازم دايما طريقة تفكيرنا تكون كده. القاعدة التانية: الهيكل والتنظيم أهم بكتير من كتر الكلام. الأمر الواضح والمنظم نتائجه أحسن 1000 مرة من الأمر الطويل والعشوائي. والقاعدة الثالثة والمهمة: هندسة الأوامر مش هي تدريب الموديل. إحنا هنا بنوجه سلوك الموديل في كل طلب، مش بنغير في تكوينه الأساسي. طيب السؤال دلوقتي، إيه اللي ممكن نتعلمه بعد كده عشان نكمل في رحلة التعلم دي؟ أحياناً الأمر لوحده مش بيكون كفاية، فلو محتاجين الموديل يجاوب من مصادر معرفة محددة جداً زي كتب أو مستندات داخلية، يبقى الخطوة الجاية هي استكشاف تقنية اسمها RAG. لو عايزين نغير سلوك الموديل الأساسي نفسه عشان يتخصص في مهمة معينة، يبقى لازم نبص على الفاين تيونينج. ولو عايزين نتعمق أكتر في هندسة الأوامر نفسها، يبقى ممكن نقارن بين أوامر الزيرو شوت اللي هي من غير أمثلة وأوامر الفيو شوت اللي فيها أمثلة زي ما شفنا. دي كلها مواضيع مهمة للبناء على اللي اتعلمناه النهاردة.